اهلا بكم في درب الاخبار. معنا كواليس النادي الاهلي ونادي الزمالك والمنتخب المصري. رسميا ديانج خارج النادي الاهلي. اسطر الاهلي السيطره على مسيره لاعب الوسط المالي الينج ديانج بعد انتهاء عقده ورفض الجديد للنادي الاهلي، وحيث وجه النادي الاهلي الشكر وسط تقارير صحفيه بتاكد ان اللاعب يقترب من النادي الفرنسي الاسباني. ديانج يغادر النادي الاهلي بعد مسيره كرويه فيها 250 مباراة وتوج بأربع ألقاب لدوري أبطال إفريقيا. رغبة بن شرقي يقرر تقارير صحفية بترغب في تمدد أشرف بن شرقي عقده لموسم واحد فقط مع النادي الأهلي، في صدمة جديدة لجمهور نادي الزمالك والزمالك بسبب إيقاف القيد. في قضية الفيفا أعلنت أن الاتحاد القولي للفيفا عبر بياناته الرسمية عن إيقاف قيد النادي لثلاث فترات جديدة. السبب هو عمر فرج. هذا القرار جاء على خلف تقدم عمر فرج اللاعب الفلسطيني شكوى والتي طلب مستحقات مالية متأخرة تقدر بنحو 1,700,000 دولار بعد فسخ التعاقد من طرف واحد. وتسعى الإدارة الحالية لنادي الزمالك للتفاوض مع اللاعب للوصول إلى تسوية ودية.